انجلترا لكرة قدم، سواء بعد شوط ثاني رائع في المباراة السابقة أو بعد انتصار اليوم، باعتبار تشيلسي كان أفضل في أبرز ردهات هذه المباراة. وطبعا تشيلسي كان افضل في مباراتين، المباراه الاولى اللي انتهت 2-2 والمباراه الثانيه اللي اقيمت النهارده وفي ظهر اليوم. تشيلسي لعب فول تيم، المانشستر اثر عليه غيابات كتيره جدا. اعتقد خروج مانشستر يونايتد كمان من دوري ابطال اوروبا اثر كتير جدا نفسيا على سير اليكس فيرجسون وعلى مجموعه اللاعبين السير. اعتقد كمان ان رافائيل بينيتس بيقدم شكل ممتاز، عامل ثبات للتشكيله، تغييرات بعد الاداء حدود بالنسبه لفريق تشيلسي، عشان كده ظهر فريق تشيلسي بمستوى ممتاز بدايه مباراه مانشستر المباراه الاخيره، ولسه عنده الايورو ليج كمان. اعتقد ان رافائيل بينيتس عاوز يسيب بصمه لجماهير تشيلسي. عاوز ارجع بس لجزئيه مورينيو. انا في رايي الشخصي يا هيكل ان مورينيو لن يعود لتدريب تشيلسي مره ثانيه لسبب بسيط جدا. القادم لتدريب مانشستر يونايتد هو مورينيو خلفا لسير اليكس فيرجسون، ولن ياتي مره ثانيه لتشيلسي. وفي كلام وفي انباء تتردد في الوقت الحالي ان الموسم الحالي هو اخر مواسم السير اليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد، وتعيينه كمدير تنفيذي او مسؤول عن كل ما هو يخص مانشستر يونايتد، بالاضافه لمورينيو كمدير فني. عوده مورينيو لاداره تشيلسي اعتقد ان هي غير وارده وغير عقل مورينيو انه يدرب فريق تشيلسي الفتره الجايه. وكابتن خالد بيومي صحيح تحدثت كل الصحف تقريبا عن إمكانية مغادرة أليكس فيرجسون لمانشستر يونايتد في نهاية الموسم، ولكن أيضا تحدثت بإطناب في بحث هذا الأسبوع عن التحاقه بفريق تشيلسي. ورجعت ايضا كابتن خالد ليه سؤال يا هيكل. تعرف العلاقه تغيرت بين ابراموفيتش وجوزي مورينو في الفتره الاخيره، حتى هناك بعض الصحف وبعض المجلات انزلت اخبار وصور عن حفلات خاصه جدا كانت بين الشخصين في الفتره الاخيره. طيب. يعني الاجواء عادت بطريقه غير عاديه، وتعرف جيدا ايضا انه ابنه مورينو تدرس في لندن وزوجته تحب لندن بطريقه رهيبه وبطريقه غير عاديه. يعني كل هذه ممكن تساهم انه مورينو يذهب الى تشيلسي. بغض النظر كل دي عقليه مورينيو تختلف تماما عن كل الكلام اللي انت قلته، حتى لو بقى صديقه اقرب الاقرباء بالنسبه لابراموفيتش رئيس النادي او ملك النادي. اعتقد ان عقليه مورينيو عدم العوده لاي نادي اخر. يمكن مراد قال نقطه مهمه جدا على بعض المشاكل الموجوده وتم احتجازه في مطار نيويورك ببعض المشاكل الماليه اللي بيتكلم عليها مراد. صحيح. اعتقد ان مورينيو تفكيره منصب فقط لغير في الوقت الحالي هو تدريب مانشستر يونايتد. عودته لتشيلسي اعتقد ان هي هتقطع عليه خط الرجعه بنسبه 75% ان ما يضربش مانشستر يونايتد، وده حلم من احلام مورينيو. عشان كده اعتقد تفكيره وعقليه مورينيو تختلف تماما عن كل الكلام اللي طرح وقيل. بالاضافه ان في كلام عن اقاله مانشيني، في كلام عن اقاله او مشيان انشيلوتي، في كلام عن ان هم يجيبوا يورجن كلوب يدرب فريق تشيلسي. اعتقد امور كثيره جدا هيكل لسه لابد ان ننتظر لان عقليه مورينيو مختلفه. واضح. ولو ان يورجن كلوب حسب تصريحه في الاخير يقول انه اقرب للمنتخب الالماني لخلافه يواكيم لوف مباشره بعد كاس العالم، بعد كاس العالم 2014. صحيح كابتن خالد. على كل نمر للحديث، رجعنا لمورينو ورجعنا لاجواء مورينو. طبيعي هذا هو برنامج كره عالميه، في بعض الاحيان نعود لبعض النقاط.